السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. لو أول مرة تشوفني، معاك مطبخ مكة للأكلات المصرية، وهقول لك كل حاجة بكل حب وكل مصداقية إن شاء الله. لو أول مرة تشوفني، فعل زر الجرس واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. النهاردة بقى حبايب قلبي أول مرة أعمل بقى أكلة، وقلبي بيوجعني جدا جدا. ليه يا أم مكة؟ بسبب غلاء الأسعار وبسبب الظروف اللي احنا بنمر بيها كلنا. طبعا كلنا ده برنامج دي أسفة قناة طبخ، بس برضك لازم كلنا يبقى قلوبنا على بعض وكلنا نحس ببعض حبايب قلبي. أنا طبعا دلوقتي بقى هنعمل النهارده كده شوية محشي بقى أرداحي، ولازم نتأقلم على الوضع بقى إن إحنا إيه، يعني نحاول بقى في حاجات كتير. إحنا طبعا بقالنا كام سنة في الغلاء ده، وفي حاجات اتنازلنا عنها كتير، بس إحنا برضك إن شاء الله هنتنازل عن حاجات تانية. ويعني هنقدر، يعني على قد ما هنقدر هنوفر شوية وهنشوف هنعمل إيه. كان النهارده حبايب قلبي عندي 2 كيلو بتنجال، بصوا مقوراهم كده، كنت بوريكم بيبقى زي العسل كده، وبيبقى عامل زي الممبار كده، وبيبقى طري كده. دي تركة من تركات المحشي البتنجال، ان انت حبيبة قلبي لازم تقوريه كويس جدا، وما تخليش حاجة فيه، عشان لما تيجي تاكليه ويقطم معاكي، يقطم كده تحس ان هو مفهوش اي لحم من جوه، ويبقى عسل. ودي كل المقادير حبايب قلبي معانا اهي. وان شاء الله النهارده نعمل شوية محشي، ولا فراخ ولا لحمة، ونتأقلم على الوضع لغاية ما ربنا يعدلها من عنده والأسعار تنزل شوية. هنا حبايب قلبي جبنا الحلة وحطينا فيها حوالي نص كوباية زيت ذرة نضيف. وأول ما يسخنوا كده حبايب قلبي، كان معانا حوالي 4 بصلات كبار. ده بصل أبيض، عندك أحمر حطي مفيش أي مشكلة، عندك الخير كله. ونديهم تشويحة كده. وبعد كده حبايب قلبي أول ما يتبلوا والريحة تطلع، إن شاء الله هنشوف هنعمل إيه عشان نعمل أحلى تسبيكة لشوية محشي إن شاء الله. ده كان نص واحدة فلفل أحمر ونص فلفل أصفر، عندك أخضر مفيش أي مشكلة. وكان نص واحدة ضربهم معاها فلفل حراق. ونشوح بقى الكلام الجميل ده لغاية إن شاء الله ما يدبل، والريحة بقى تطلع كده، ويتشوح معانا ويصفر شوية كده إن شاء الله. زي ما قلت لك ما عندكيش ألوان، هما 2 كانوا عندي، أنا بجيب 2 بس، مش بجيب كيلو ولا أي حاجة. حطي أخضر مفيش أي مشكلة. وأول بقى ما نشوح شوية كده، حطينا معلقة فلفل أسمر كبيرة. وإن شاء الله حبايب قلبي هنحط، دي كانت واحدة ماجي فورية وواحدة مكعب، انت عندك 2 مكعب مفيش أي مشكلة حبايب قلبي، حطيها. بس دي كانت واحدة وواحدة مفيش أي مشكلة. وهنحط دي حوالي معلقة كبيرة، دي 7 بهارات. بنحط التوابل في الأول علشان تدي طعم وريحة، وريحتها كده تطلع بتبقى جميلة جدا. ودول كانوا نص معلقة بهارات محشي، كانوا آخر حبة عندي. عندك إن شاء الله تحطي معلقة كاملة، بتديها طعم حلو جدا جدا. بيبقى فيها خضروات مشكلة، بقدونس وشبت، وبيحطوا عليها كده توابل جميلة جدا، وبتبقى جميلة وبتدي طعم حبايب قلبي للمحشي. ونص معلقة شطة، عايز بتحبي سبايسي حطي معلقة كاملة. وأول ما لونه يبقى بني كده بقى، ويتشوح البصل ويتحمر معانا كويس كده، بصوا الخلطة بتتكلم عن نفسها. جبت حبايب قلبي معلقة توم وحطيناها، وإن شاء الله دي بقى بتدي طعم يا بنات للمحشي، بتوديه في حتة تانية. وكان عندي صلصة، حطيت معلقة. ما عندكيش صلصة مفيش أي مشكلة، حطي بابريكا. بس عشان القوطة الطماطم معايا ما كانتش حمرا قوي، فإن شاء الله حطيت الصلصة أو بابريكا اللي متاح عندك حبيبة قلبي، علشان يدي لون حلو كده للطماطم. بصوا بقى الخلطة الجميلة بتتكلم عن نفسها. اللي النهاردة إن شاء الله، يعني هو كان لازم فراخ؟ لا مش لازم فراخ ولا لحمة، هنعملها إن شاء الله، نعمل شوية محشي عسل عسل، وإن شاء الله تعتمديهم وتعمليهم. والخلطة بتاعتي اللي ما بغيرهاش، هنا كان معانا كيلو ونص طماطم على 2 كيلو بتنجال. أنا بصراحة بحب الطماطم كتير، هي الحمد لله ب8 جنيه يعني. وإن شاء الله كنت ضرباه، وحطينا نص معلقة سكر عشان تعادل حموضة الطماطم وتظبط الطعم كده. ونقلب كده بقى، ونسيب الخلطة الجميلة دي تتسبك. وأول ما تتسبك حبايب قلبي هنشوف هنعمل ايه. غطيت عليها اهو
وبعد شوية حبايب قلبي كانت اتسبكت. بصوا معانا هي مش تقلت يعني بنخليها لما تتسبك قوي قوي قوي، لا ده هي لما تتسبك وتتقل معانا الطماطم كده. كنا غاسلين حوالي، دول كانوا معايا كيلو ونص رز، دول كان كيلو ونص على الاتنين كيلو بتنجال. ولو فات حبة ما يجراش اي حاجة، انا بس النهاردة عملت بتنجال بصراحة عشان انا ما عنديش حد بيحب الفلفل والكوسة قوي، فهم مدمنين بتنجال اسمر، فانا اللي موجود عندي عملته. وهنا بقى ظبطنا الملح، حطينا الرز وقلبناه مع الطماطم وظبطنا، حطيت معلقتين. وبرضك اول ما تنزليه لو احتاج فان شاء الله ظبطي الملح بتاعه لو محتاج معاكي. قلبنا كويس على نار هاديه جدا. وبعد كده حبايب قلبي كان معايا 5 حزم بقى خضره، بقدونس وشبت وكزبره، كنت غسلاهم ومقطعاهم في حبه طبق واسع وفي حبه معلقه خل كده. وبعد كده بنصفيهم، واخر حاجه بنحطها علشان حبايب قلبي تفضل مصحصحة كده زي ما بنقول كده عندنا في مصر، وتفضل خضرة ولونها ما يغيرش. وبعد كده على نار هادية سبتها 5 دقايق لما كله بقى ياخد من نكهات، وبشيلها. تسيبيها 5 دقايق عشان الخلطة كده تشرب من كله، والرز يشرب من التتبيلة العسل. وبعد كده فضيتها في حاجة واسعة اهو، وسيبها بقى تبرد. ونحشي شوية البتنجال النهاردة اللي كانوا عسل عسل وزبدة وحاجة كده. أهم حاجة يا بنات تقوروه كويس وما تخلوش فيه لحم من جوه، علشان لما يقطم معاكي زي الممبار كده. ده بقى سر المحشي بتاع اللي بيقطمه، بيقول لي انت بصي يعني ده مش محشي، ده زبدة، ما بيبقاش فيه حتة لحم من جوه. حشيت بقى وجبت حبة 2 طماطم وواحدة بصلة، وكانت نص جزرية عندي حطيتهم في الأرضية. بس معلش بقى المقطع ده جه بسرعة. وبدأت أحشي، هوريكم دلوقتي أهو. ونوقفه كده علشان بيبقى شكله حلو، وفي نفس الوقت حبايب قلبي ما يقعش منك يعني. والرز يتفضى كده. هنا بقى بصوا كنت بوريكم كنا بنسيب حوالي عقلة علشان ندي مساحة حبايب قلبي للرز جوه يستوي، والبتنجال ما الرز ما يخرجش منه كده ويبقى شكله وحش. بص بقى هو كده مش هيقف، بس لما نحط الكمية كلها بيقف كده مع بعض، وان شاء الله هيبقى عسل عسل. حشيت بقى هنا انا كل الكمية، وكان عندي واحدة الفلفل الاحمر دي، فانا بحب بصراحة طعمه فحطيت عشان ما كانش عندي اخضر. ودول كانوا حبة شوربة كنت مخزناهم من 20 يوم في الفريزر، مفيش اي مشكلة. طلعتها وغليتها وصفتها من اي طماطم او بصل او جزر فيها، وحطينا لغاية النص بس حبايب قلبي عشان ما يتعجنش معانا، علشان لسه طبعا المية بتاع الخضار هتنزل ويطلع مفلفل معاكي وعسل. لغاية النص بس زي ما انتوا شايفين. وان شاء الله حبايب قلبي كنت هحطه بقى على النار اول ما المية تتشرب. بعد كده ان شاء الله حبايب قلبي بنوطي عليه ونسيبه على نار هادية يكمل تسويته. واحلى حبة محشي لاحلى حبايب قلبي النهاردة من غير لحمة ولا فراخ. جبت بقى هنا بقى كنت خلاص خلصت وغسلت الصينية بتاعت المحشي بقى، هي دي بقى بص اللي بنحس بطعم المحشي فيها. وكنت بنشفها، وبصوا بقى الجمال بقى، وبص الحلاوة بعد ما استوى. وان شاء الله هوريكم دلوقتي بيتقطع ازاي، بيبقى عامل زي ما قلت لكم زي الممبار كده، عشان انا بفضل وراه بقى باخد بقى بنضفه بصراحة. لما بجيبه بقى بنضفه قبليها بيوم، وان شاء الله بخليه زي العسل. بصوا بيقطم ازاي، مفيش ان هو بيشد ولا الكلام ده خالص، لان انا بصراحة منضفاه كويس جدا جدا. بيبقى حبايب قلب رقيق وتحفة، ولما تيجي تقطمي كده مفيش حاجة تشد معاكي، بيبقى حبة زبدة بالظبط. فإن شاء الله حبايب قلبي دي كانت النهاردة بقى حبة محشي من غير فراخ ولا لحمة. اتفضلوا معانا واشتركوا في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. واسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يصلح حالنا وحال الجميع وحال البلد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.